تعالى أقولك إزاي تبني قوة حقيقية في 18 خطوة. مبدئيا كده في 3 أنواع من الناس في الدنيا: اللي بيلعب بالناس، اللي بيتم التلاعب بيه، واللي بيتلعب بيه وهو مش واخد باله. لو عايز تبقى النوع الأول، في 18 خطوة لو فهمتهم هتبدأ تبني شخصية تقيلة وقوية وملهاش كتالوج. ما تكشفش ورقك كله، خلي معاك كروت للوقت المناسب. ما تمضيش ثقة على بياض، سلاحك هو المعلومة اللي في جيبك. خليك تحت الرادار وما تبانش جامد قوي، سيب الناس تحاول تفهمك من غير ما تقول. ولما تظهر خلي كل الكشافات عليك. اتعلم تهدى وسط الزحمة، خليك صاحب قرار. افتكر ان اللي بيبعد شوية قيمته بتزيد. ما تاخدش حاجة ببلاش عشان ما تدفعش تمنها بعدين. ابني قاعدة ناس حواليك. العدو اللي ما تقدرش تدوسه اكسبه مؤقتا، هتبقى أقوى بيه. لما تحارب خليها ضربة قاضية مش خناقة. اتعلم تقلب الموقف لنفسك ولصالحك. التغيير المفاجئ بيدوخ خصمك. ابعد عن الصورة شوية عشان تشوفها أوضح. اعمل دعاية لنفسك كبراند. اعرف ان اللي بيقل أدبه مش دايما يستاهل انك ترد عليه. لو طبقت ال 18 نقطة دول بالنص هتلاقي نفسك مش بتعيش اللعبة، لا ده انت اللي هتبقى بتلعب اللعبة. وفي النهاية قولي في الكومنتات ايه اكتر قانون حسيت انه ناقصك، ولو حابب ان اشرح لك كل واحد بالتفصيل. اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، واحفظ الفيديو عشان هتحتاجه، واتفرج على القوانين اللي فاتت وتابعني في القوانين اللي جاية. اهلا بيك في لعبة القوة. سلام.